وكان الناس يريدون أن يستمعوا إلى رأي أعضاء البرلمان. نعم. باعتبار أن رأي أعضاء البرلمان وهم كتلة إلا الدستور تم تغييبها تحت قبة البرلمان، لأن الحكومة كما تعلمين في 3 جلسات متتالية أفقدت المجلس النصاب لكي لا يتكلم يعني الصوت المعارض، ولكي تحول دون التصويت على رفع الحصانة عن أحد النواب وهو الدكتور فيصل المسلم. وهذا برأيي هو جوهر المشكلة، يعني جوهر الإشكال ليس في ندوة صليبيخات، وإنما لب المشكلة هو في محاولة الحكومة للالتفاف على الدستور وتفريغه من محتواه، خصوصا ما يتعلق بالأداة الرقابية. لأن الدكتور فيصل مسلم عضو البرلمان الكويتي، يعني هو أول عضو استجوب رئيس الوزراء في تاريخ الكويت، ويبدو أن هذا قد سجل عليه، وبالتالي كان يجب معاقبته لهذا العمل. وطبعا يعني بالتالي تريد رفع الحصانة عليه حتى يتسنى لها ذلك قانونيا. هل نعم. تعتقد دكتور أن هناك نية مبيتة لدى الحكومة لعرقلة كل ما يجري من حراك سياسي داخل الكويت اليوم؟ الحكومة حاليا تحاول تجير ما يحصل من حراك سياسي لصالحها. الحكومة اليوم تملك من الأدوات الكثيرة التي لم تكن تملكها في السابق. على سبيل المثال اليوم الحكومة تملك أغلبية في مجلس الأمة، وهي من الحالات القليلة. نعم. الحكومة اليوم أيضا تملك العديد من وسائل الإعلام التي قامت بتضليل الناس للأسف الشديد، ويعني قامت بشراء ولاءات العديد من الصحف والفضائيات، وهذا أدى إلى يعني تغير في الرأي العام خلال السنوات القليلة الماضية. واليوم يعني حتى بعد الأحداث التي تمت، يعني الناس شاهدوا الاعتداء على نواب الأمة وبعض الأكاديميين، ولأن المهتمين بالشأن الكويتي كثر، والذين تابعوا وشاهدوا تلك الصور كثيرون أيضا. نستمع إلى وجهات نظر وإلى تساؤلات أيضا المشاهدين الذين يتواصلون معنا عبر هذه الحلقة من مباشر لنقل تساؤلاتهم إلى ضيفنا الدكتور أحمد الذايدي. معنا في البداية من العراق حسن الموسوي. حسن، أهلا بك. تحية لك أختي الكريمة وتحية لضيفك الكريم. أهلا وسهلا. أختي الكريمة، كما معلوم في كل برلمانات العالم أن البرلماني له حصانة دبلوماسية لا يمكن أن يستدعى من قبل الشرطة أو حتى القضاء أو أي جهة أخرى ما لم ترفع الحصانة عنه داخل قبة البرلمان وبتصويت حسب الأغلبية أو أغلبية بسيطة حسب ما موجود في الدستور. كل دولة لها حالة ديمقراطية كدولة الكويت. هذا واحد. الشيء الثاني أختي الكريمة، أنا أعتقد أن الديمقراطية في الكويت قشورها ديمقراطية ولبها دكتاتوري مشايخي كأنما ملكي هو الذي يتحكم بالأمور. ودائما نرى أن الأغلبية في البرلمان هي لها اليد الطولى والسيطرة على كل مفاصل الحياة. لكن نحن نعلم في كل دساتير العالم وكل برلمانات العالم أن البرلمان هو سلطة تشريعية. حتى الحكومة إذا أرادت أن تسن قانون يجب عليه المصادقة من قبل البرلمان. صحيح. إنما جرى في الكويت هنا أعتقد هو مسلمة ومعيبة على الديمقراطية العربية، ونتمنى أن تكون هناك مصالحة بين البرلمان والحكومة على أسس دستورية وحقوقية. حسن، هل هناك ما تريد أن تسأله لضيفنا الدكتور أحمد الذايدي؟ نعم، أنا أقول لو استجوب رئيس الوزراء أو أي وزير. نعم حسن، ما انقطع الاتصال معك، نأسف على ذلك. معنا من ليبيا محمد الرفاعي. محمد. مرحبا اختي مريم. اهلا وسهلا. وحيي ضيفك الدكتور احمد الزايدي. اهلا بك. حياك الله. دولة الكويت يحكمها نظام اقطاعي يملك الارض من عليها مع تحالف قبلي متخلف وطائفي مقيت. منذ متى كانت الكويت بها ديمقراطية؟ نعم محمد لو سمحت محمد دون تجريح. ننتقل إلى محمد السروجي من مصر. محمد، مساء الخير.
اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وضيفك العزيز الدكتور احمد، اسمحي لي ان اقول ان ما تم في الكويت من احداث مؤسفه قد لا يكون متفقا مع تاريخ الكويت في الحريات، ولكنه اختي مريم ياتي متفقا مع دول كثيره في المنطقه، وكأن هناك المنطقة ترتب لمشروع قادم. لكن دعنا نخص اليوم الشأن الكويتي فقط. محمد، إن كان لديك ما تريد أن تسأله لضيفنا حول موضوع الحريات في الكويت وما تشهده الساحة